لو عندكم صدور فراخ في التلاجة كنتوا ناويين تعملوها بطريقة تقليدية أو تقلوها وتعملوها بانيه، معلش اركنوا الطريقة دي بقى على جنب وجربوا بقى صدور الدجاج بالطريقة الرائعة بتاعت النهاردة دي. هتطلع معاكم تحفة ومعاها صوص رائع وطعمها بجد لا يقاوم. معايا صدور دجاج زي ما هي كده اهوت، بقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه دهوت، سامبوكسات كده اهوت بالطول وبالعرض، واهم حاجة ما ننزلش بالسكينة للآخر، يعني نقطع بس لحد نص الصدر. تبلتها بملح وفلفل اسود، دعكتها كويس بيهم، وبعد كده غلفتها بالدقيق. وفي طاسه على نار هنحط معلقتين كبار من الزبده، معلقتين كبار من الزيت، ونحط الصدور بتاعتنا نحمرها ونقلبها على الناحيه الثانيه تاخد لون، ونرجع نقلبها تاني. نحط قطعه زبده كمان، ومعايا 5 فصوص من الثوم بفرمها وبقطعهم بالسكينه كده زي ما انتم شايفين، فرم ناعم كده بالسكينه. احطهم في النص واقلبهم واسيبهم بقى لحد لما يطلعوا ريحتهم. بعد كده احط عليهم معلقه كبيره من الصويا صوص او صلصه الصويا ومعلقه كبيره من الخل، اتشهم كده فوق الثوم. واول ما يبتدوا يغلوا بنزل عليهم ب5 معالق كبيره من العسل، عسل نحل عادي. اديهم تقليبه كده، باخد بقى من الصوص واحط فوق صدور الدجاج وازود شويه ميه واغطيها واسيبها علشان خاطر تستوي لمده ربع ساعه. وكل شويه ابص عليها ولو احتاجت ميه بزودها لحد لما الفراخ تستوي تمام. اخر حاجه بقطع عليها شويه شايفز او بصل اخضر، اللي هي العيدان الصغيره في البصل الاخضر دي، واغطيها واسيبها علشان خاطر تستوي والصوص يتقل خالص. ده شكل قوام الصوص بتاعنا، احنا عاوزينه يبقى تقيل زي ما انتم شايفين كده. قدمتها بقى مع رز ابيض او ستيكي رايز وبس كده. طعمها بجد تحفه، الصوص بتاعها رهيب للناس اللي بيحبوا الحاجات اللي هي السويت اند ساور، اللي بيحبوا الحاجات اللي فيها ميكس ما بين السكر وما بين الملح وما بين اللذوعه الخفيفه كده. جربوها وليه رايكم فيها.